سلام حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا مرتاحين وبصحة جيدة. صحة رمضانكم وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا وإن شاء الله تصوموه بألف عافية. حبيباتي جيتكم اليوم بوصفة قلب اللوز ناجحة من أول تجربة، والله وصفة من القلب، وصفة مضمونة جربيها مش راح تندمي، بمقادير مضبوطة. نخليكم مع الطريقة، نبداو على بركة الله. أول حاجة نبداو بالشربات اللي راح تكون فيها زوز كيسان سكر. جبت لكم الكاس تاع ام وليد بهمة الدخوش بربع كيسان ماء، معاهم نص كاس تاع ماء ازهر، ولكن عندك القارص زيدي نص كاس قارص، لا ما عندكش خلي برك ديري ترونش، حركي بارد في بارد وحطيه فوق النار حتى يهز الغلوة. كي يهز الغلوة 10 دقائق وطفي وخليه يبرد سوا. بالنسبة للحشو أو العجينة، أول حاجة البلاطو يهز 25 على 30. هذه وصفة ناجحة 100% إذا جربتي هذه الطريقة، ولازم تتبعي المكونات وتتبعي المقادير بالتفصيل. جيبي ربع كيسان سميد أحرش، عليه كيس فانيلا، ما عندكش الفاني ديري القشور تاع القارص مع رشة ملح وخلطي وسوي الخليط تاعك حتى تلوحي صبعك. دوك نعطيلكم القيس قداه يجينا باه ما يجيكش القلب اللوز تاعك، ما يجيكش واطي بزاف وما يجيكش عالي بزاف. هاو كي تكيلي هاو حيز الصباع وين تلقايه، لازم يكون القوام هذا ولا الميزان هذا. من جهة أخرى جيبي غيسيبيون حطي فيها زوز كيسان سكر وكاس مزهر وكاس زيت، واحكمي البراميكسور تاعك واضربي هذيك السوائل مع بعضها مليح، ميكسيها حتى يتميكس السكر ويبيض الخليط عنا ويولي خليط أبيض وحلو ويذوب السكر تاعنا. كي يذوب ويبيض الخليط جيبي هذاك السبيد اللي خلطي فيه الفاني وحطيه في هذاك الغيسيبيون وحركيه مليح مليح. حركي استعملي يدك ولا استعملي مغرفة العود حتى يتجانس الدقيق ولا السميد الأحرش هذاك مع هذيك السوائل. وبالنسبة للسميد البنات ما شريت لا سميد قلب اللوز لا والو، حكمت السميد تاعي تاع الكسرة اللي نخبز به كل يوم، سيرته برك غربلته. كي تخلطي مليح ويتشرب السائل هذاك جيبي البلاطو ودهنيه بشوية زبدة وهبطي الخليط هذاك تاع العجينة والسوائل اللي درتيهم في البلاطو تاعك. هاي ليك الطريقة، استعملت يدي باه نمسح الغيسيبيون كامل وما نخلي حتى طرف. وسوي العجينة تاعك في البلاطو مليح مليح مليح، ومن بعد جيبي سباتول ولا كوبات ورجلي بيها باه ما تجيكش جهة طالعة وجهة هابطة ويجيوك الكعبات قد بعضهم كاملين بعد كي تقصيهم. شوفي الفيديو ما سرعتوش باه حبيبتي، باه تفهمي الطريقة بالتفصيل وتتبعي الخطوات، صدقيني راح ينجح لك 100%. ومعاش تحيري وتقولي قلب اللوز لا فيه البن لا حليب لا حتى شي، لا تخليه 6 سوايع لا والو، ساهل اكسبرس ويجي ما شاء الله. في الوقت هذا اللي راني نريقل فيه الفور شاعليه على اقصى درجة. انا الفور تاعي اخر درجة فيه 320، شعلته من الفوق ومن التحت. رجلي قلت لك بالكوبات ولا بسباتيول، المهم تسويه كامل قد بعضه ودخليه يتحمر، شعلي عليه من الفوق والتحت على اقصى درجة عندك، شعلي عليه يتحمر. دوك يطيب ضربة واحدة مع بعضها وخرجيه. كيما تخرجيه طول هو سخون والشربات تاعك يكون بارد، يعني الشربات طيبوه بقبل باه يبردلكم. شربي حبيبتي شربي دوك تشوفوا صبيه كامل، خليه يزيد يشرب واحكميه دركا بالموس وقصي الكعبات تاعك كيما تحبي وزيدي كي تلقيه شرب. كي تقصيه دوك يزيد يشرب زيدي كملي شربيه، والتزيين يبقى اختياري، تحبي باللوز تحبي بالشامية تحبي بالكاوكاو تحبي تخليه هكاك. وشاهدكم في الجنة راح يجي واحد قلب اللوز روعة روعة. إذا عجبكم الفيديو ما عليكم إلا تخلوا لي جيم وتعليقات محفزة، ودمتم في أمان الله وحفظه.